الله، ايه اللي انت جايباه وياكي ده يا ماما؟ كلها حاجات بسيطة يا كريمة يا بنتي. ماما جايبه لنا وياها خزين البيت سنه لقدام. ما تبالغش امال يا محسن، ده كله من فضلة خيركم يا ابني. صحيح ما كانش لازم تعملي تكليف بالشكل ده. المهم النهارده الدنيا مش هتبقى سيعانه من الفرحه. تعيشي يا كريمة ويهنيكي دايما يا رب. هاتي يا روحي، هاتي لما اقطف وياكي الملوخية. يا خبر، وانت تيجي؟ ازاي بقى؟ لا، ده حضرتك هتقعدي ويانا هنا مرتاحه، ولا تمديش ايدك في حاجه ابدا، واحنا كلنا هنخدمك. بس ده مش ممكن يا حبيبتي، انا ما اقبلش. ازاي بس؟ هو انا اقدر اقعد في البيت من غير شغل؟ قربي قربي الملوخية اقطفها وياكي، وانا اللي هطبخ كمان. بقى هتتعبي روحك كمان من اول يوم. اتعب في ايه؟ دي كلها حاجات بسيطة. ناوليني الملاحه يا كريم. الاكل ناقص ملح مش كده؟ شويه. ايه الاكل مش عاجبكم يا ولاد ولا ايه؟ لا ابدا، تسلم ايدك يا جنان. ايه اللي بتقولي ده يا كريم؟ هو الكلام اللي سمعته يا محسن. هي مامتك هتقعد تطبخ لنا كده على طول وتاكلنا اللي على مزاجها؟ لا دي مريحاكي يا شيخ. ومين قال لها يا سيدي اني تعبانه؟ ولا هتشترينا بالحاجات اللي جابتها معاها؟ ده كلام برضه يا كريمه. اسمع، ايوه انا مش عاوزاها من هنا ورايح تتدخل في حكايه الاكل دي خالص. ايوه، بس يعني هنقول لها ايه؟ والله ما اعرفش، هي والدتك وانت تتصرف وياها. حاضر. مش فاهمه قصدك يا محسن يا ابني. بس يعني اصله يا ماما كريمه مش مخلصها ابدا تعب كده كل يوم في المطبخ. يا ابني ما فيش تعب، ودي حاجه انا متعوده عليها. اهو معلش بقى، خليها هي اللي تطبخ. ان كانت دي رغبتها يا محسن يا ابني يبقى خلاص، ده بيتها مش بيتي. ازاي ده بس يا ماما؟ ده بيتك قبل ما يبقى بيتنا. بس احنا على عينينا تعبك ده، وانت جاي عشان تستريحي. محسن. ايوه يا كريم. انت اللي نقلت الكرسي الفوتيه ده من مطرحه ووديته الناحيه التانية؟ انا يا بنتي اللي قلت للشغاله تنقله، عشان لما كان في مطرحه الاولاني كان قدام باب الشقه، واي حد يقف على الباب كان بيشوف اللي قاعد. لكن دلوقتي والله مطرحه الاولاني كان احسن. خلاص يا حبيبتي، نرجعه مطرحه تاني. خلاص. وعلى ايه ما دام حضرتك شفت كده؟ من فضلك يا كريم، الراديو العالي ده ممكن يوطى شويه؟ ممكن يا طبعا. هو انت ما بتحبيش المزيكا كمان ولا ايه؟ بس دي مزيكا عاليه قوي يا بنتي وبتتعب الاعصاب. لا سلامتك. زعلتي مني ولا ايه؟ اذا كنت يا بنتي عاوزه تعلي الراديو عليه زي ما يعجبك، انا داخله اوضتي ارتاح شويه. ايه يا كريمه مالك بس؟ بصراحه كده انا ضايقت خلاص. حد يتضايق من ماما؟ دي ست طيبه يا كريمه. اسمع. نعم. انا بقول لك مش انا اللي تشتريني بفلوسها، مش منها ست غنيه تقوم تفرض نفسها على الصغير وعلى الكبير. مش كده يا كريمه، ما تظلمهاش امال. ما انا مش زي هدى مرات اخوك، ومش زي رفعت جوز اختك. انا مش طمعانه فيها وطول عمري عيني مليانه قوي. كريمه اسمع، احنا ناس مبسوطين واقل واحد في عيلتي اغنى منها. الله، ليه الكلام ده يا كريمه؟ ليه كده؟ ما هو لازم تفهم يا محسن اني مش منتظره منها حاجه، ومستحيل تقدر تفرض نفسها عليا بالشكل ده. يا كريمه وطي صوتك لحسن ماما تسمعك، ولا صحش كده؟ دي ضيفتك يا شيخ. الله. ايوه ضيفتي، بس مش هنستريح مع بعض النهارده يا سي محسن. للدرجه دي؟ تتصوري ان في حاجه كنت عاوز اقولها لها ومتردد فيها لحسن تفتكر بصحيح ان احنا متضايقين منها؟ حاجه ايه بقى؟ مجدي اخويا بعت لي جواب من اسكندريه وبيلح فيه ان ابعت له ماما تقضي معاهم كام يوم هناك. مش انا كنت لسه بقول لك قوي دي هدى مراته هتشيلها على راسها من فوق وهتبقى معاها سمن على العسل. وش معنى هدى يا كريم؟ يوه هنعيده تاني يا سي محسن، ما انت عارف هدى بتحب المنفعه، لكن انا الكلام ده ما يصحش يا كريم. يصح ولا ما يصحش انا ماليش دعوه، وما دام عازمين والدتك تروح لهم اسكندريه ما تروحش ليه؟ خلاص اقول لها يا كريم. بقى مجدي طالب ان اروح له اسكندريه. على كل حال ده براحتك يا ماما، هنا بيت ابنك وهناك. بس انا ايه اللي يوديني اسكندريه؟ وليه لا؟ ده الجو هناك لطيف قوي اليومين دول. اذا ما كلكيش غرض تسافري مش ضروري ابدا يا ماما، افضلي معانا هنا على طول. لا يا حبيبي، يا بخت منظر وخفف، انا راجعه بيتي يا حبيبي. مش ممكن يا ماما ترجعي البيت الكبير ده تاني دلوقتي وتعيش لوحدك ابدا. كلام ايه اللي بتقوله ده يا محسن يا ابني؟ هو معقوله كمان اني اعيش بعيد عن بيتي؟ اذا كانت دي فكرتك يا ماما فيبقى تسافري المجدي برضه شويه. بس انا مش شايفه لزوم لكده يا ماما، اخويا مجدي ابنك برضه، ولازم تجبري بخاطره ما دام عاوزك تزوريه، ده من جهه، ومن جهه كمان تغيري هوا. بس يا محسن خلاص بقى يا ماما، خلاص لازم تسافري له، وانا هحجز لك تذكره في الديزل اللي هيقوم بكره الصبح، وهكلم مجدي بالتليفون ينتظرك على المحطه. قلت ايه يا ماما؟ خلاص اللي تشوفه يا ابني. اهلا 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 يا ماما، الاسكندريه نورت. منوره بيك يا حبيبي انت ومراتك. ميرسي يا طنط.
ايه رأيك بقى في جو اسكندرية؟ هواها يرد الروح. احنا بقى مجهزين لك شوية فسح ورحلات من اللي قلبك يحبها، وكل يوم هنروح نتفسح في حتة. وانا كنت هرجع شباب تاني يا ابني؟ كفاية عليا اقعد قصاد البحر واتفرج على الناس الرايحين والجايين. لا ده مش كفاية ابدا. قولي لها يا هدى. ها، افتكر بقى ماما تحب تتغدى سمك النهارده، مش كده؟ اي حاجة يا ولاد. ازاي بقى يا ماما؟